أطلقت رابطة النساء الصحراويات بفرنسا حملة واسعة للتضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بغرض حشد التضامن وللتعريف بمعاناتهم وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل زنازين الاحتلال. الحملة تهدف أيضا إلى مؤازرة ومساعدة عائلات المعتقلين السياسيين وللقول لهم أنهم ليسوا وحدهم في معركة الدفاع عن أبناء الشعب الصحراوي البررة. ومن المنتظر أن يشارك في الحملة التي أطلقت من فرنسا عدد كبير من المناضلين الصحراويين وأصدقاء الشعب الصحراوي. وتقول الأخت عجين السلامي رئيسة الرابطة وعضوات الرابطة أن شعورهن كبير، وهن يطلقن حملة تبرز إحساس الصحراويين بعضهم ببعض، وهي صورة من صور التضامن والوحدة بين أبناء الشعب للمضي قدما خلف هدفهم المنشود في الحرية والاستقلال واستكمال السيادة. مبادرة جاية في وقتها قبال وظرف هاي الليال تجي فيه، ومبادرة زينة وإحنا نعتزوا بها ونفتخروا بها وزينة عندنا، ونعدلوها من أجل رفع من معنويات معتقلين سياسيين في الشؤون المغربية، ونعدلوها من أجل رفع معنويات عائلاتهم. وراجع قاعد الله عنهم ما يحتاجوا تلاوي يطلسون لنا صراحة، وقايله لهم عنهم يذبتوا للحق، ورانا حاسين بهم حاسين بذيك المعاناة وعنهم يذبتوا والحق ويعلى ولا يعلى عليه. لا يفوتنا نحن رابطة النساء الصحراويات بفرنسا إلا أن ننضم لهذه الهبة التضامنية لدعم أسر المعتقلين للرفع من معنوياتهم والتخفيف من معاناتهم. شعوري كشعور أي مواطنة صحراوية زين الحمد لله، فرحانة له إنه مثل صورة من صور التضامن بين الشعب وكل حاس بالثاني. وتلعب رابطة النساء الصحراويات بفرنسا دورا كبيرا في التعريف بالقضية الوطنية داخل هذا البلد الأوروبي، كما شاركت بفعالية على مدى سنوات في أنشطة الجالية الصحراوية ليس بفرنسا وحدها وإنما في عموم أوروبا، وتعتبر من أكثر الروابط إحياء ومشاركة في برامج تخليد الذكريات والمناسبات الوطنية. ولقد ساهمت بحماس في إنجاح جل التظاهرات السياسية والاجتماعية والتضامنية بمختلف مدن فرنسا. عبدات البطرشيد، إسبانيا.